الصوارم كي تسترد المظالم حتى نوبة للفضل صاروا علي اتباع للعزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى نوبة للفضل صاروا علي اتباع ابن خالة مديحة وخالة فوزية رسالة البغي صالت فأين عهد الحواسم ناسوا بأننا أبات نذود ذود الخشاع نحن الذين نوبة للفضل صاروا علي اتباع ابن خالة مديحة وخالة فوزية وهي تولعت هي هماتين علي صاروا فيلم والكل قمر شيء معروف الفضل فيها الشرف ممنوع يعني الشغل عندهم حيل عادي بنينا حصوننا من جماد سكنا عليلات كسرى بالسوط سوق الغنائم رسولنا من صنعنا نوبة للفضل صاروا علي اتباع ابن خالة مديحة وخالة فوزية وهي تولعت هي هماتين علي صاروا ظلم ولد القمر شيه معروف الفضل بيها الشرف ممنوع يعني الشغلة عندهم حيل عادية ما عدها الطهات ودايك النسوان كل 17 حصة وبجنسية 7 فروع عندهم من نطقها تطيح ما يحتاج هوزة وهزة شيعية ربع قطاع كافي يشيلها من القاع ووزعها قطع له للحميد وذللوا كل ظالم حربا على كل حرب سلما بكل مسالم ترم ابن المدينة ترم ابن المدينة شلون يا ابن العاق ترم ابن المدينة شلون يا ابن العاق يا هل ورطك وياي هل ورطه مسوي لك طريقة موت بيها الساع محضريها الجماعة وكاملة الخطة وسووا لك درج بتصعد الصندوق حتى براحتك من تصعد الجنطة فاستأسد البغل لما خبت رؤوس ترم ابن المدينة شلون يا ابن العار يا هل ورطك وياي هل ورطة مسوي لك طريقة تموت بيها بتاع محضريها الجماعة وكاملة الخطة وسووا لك درج بتصعد الصندوق حتى براحتك من تصعد الجنطة وحطوا لك جفن يم الصغير هناك حتى بسرعة من تموت تتغطوا من قد ما جفتكم خاصة على القاع دفان الجماعة الشغلة والشرطة ودسينا وفد البغي صالت فأين عهد الحواسم ناسوا بأننا وسووا لك درج بتصعد الصندوق حتى براحتك من تصعد الجنطة وحطوا لك جفن يم الصغير هناك حتى بسرعة من تموت تتغطى ومن قد ما جفتكم خاصة على القاع دفان الجماعة الشغلة والشرطة ودزينا وفد تحوير للياباني كبروها متر صندوق هالبطة وشكرا